لكم تاني من شارع ابراهيم الخليل اهوت ساعات. دي الساعات دي كده ب5 ريال. جلاليب 15 ريال. طرح ب5 ريال حريمي اهيت فرشتها. طبعا وانتوا خارجين بعد الصلاة وخاصة صلاة الفجر والعشاء هتلاقوا ناس كتيرة جدا فرشة على الرصيف بحاجات كتير. في شارع ابراهيم الخليل لسه. طبعا خطوط الموبايل والباقات. انا عن نفسي جبت خط موبايلي ب58 ريال بيدي 15 جيجا بايت، وده يعني حاجة روعة. انا ما بستعملش الواي فاي خالص بتاع الفندق لان الواي فاي في الفندق الشبكات ضعيفة. هي ديت موبايلي. الباقة باقات جميلة ومحترمة. هي الباقة ب58 ريال بتديك 50 دقيقة و15 جيجا بايت. طبعا في باقات أقل بس طبعا ديت أحسن باقة أنا لقيتها. الباقات التانية ب35 ريال وبتديك 4 جيجا بايت و50 دقيقة برضو دولي ومحلي. فالأفضل طبعا خط موبايل لأنه بيديك 15 جيجا بايت وتقدر تتكلم فيديو كول. انا لغايه دلوقتي بتكلم كل يوم فيديو كول بقالي هو 9 ايام. استهلكت 2 جيجا وبتكلم على طول. فبنصح الناس كلها بخط موبايلي. وبرضه انت كل واحد على قد امكانياته. في زين وفي اس تي سي. في منها ب34 ريال ونص. الباقه دي بتدي في منها بيدي 4 جيجا بايت وفي منها بيدي 3 جيجا بايت. بس طبعا احنا كلنا بنبقى محتاجين الاكتر الاستعمال للانترنت للداتا، لان كلنا بنتكلم من على الماسنجر فيديو. طمن على اهالينا وعلى اولادنا. اهي نصور لكم الباقة اهي. دي باقة زين. دي شركة زين. دي الباقة بتاعتها 15 جيجا ب60 ريال. وطبعا تبقى مخلي معاك صورة التأشيرة لان هو بياخد منك لازم بيصور منك التأشيرة وبيبصمك في كل شركات الموبايل اللي واقفين في الشارع. هنخش دلوقتي على المسفلة. بصوا بقى انا دخلت لها منين اهوت من قدام بروست الوطني. الشارع اللي في وش بروست الوطني على طول. الشارع اللي في وش بروست الوطني على طول. هنا بقى الموضوع مختلف. انت بتخش جوه بتلاقي يعني المحلات دي بتبيع الحاجات دي ب2 ريال. بره بيبيعوها ب3 ريال. اهو المحل اهوت اسمه ركن الاكسسوار اهو. دهب صيني، مسابح، لعب اطفال اهوت، حنة، كف مريم، كل حاجة هنا موجودة عندهم. جنبه فندق عبير الدحلة. عبير الدحلة اهو. ده سوبر ماركت. وده محل تمور اهوت. السلام عليكم. ده محل تمور اهوت. طبعا المكسرات دي كلها ب50 ريال. الفستق والكاجو، اللوز. وادي التمور. تمور اهيت. بونبوني 35 ريال. كل صف البونبوني ده ب35 ريال اهو.
ده 35 ريال. وادي التمور. التمور طبعا كل حاجة على حسب نوعها، كل نوع ليه سعر. وبنصحكم برضو يا جماعة من جوه، وانتوا ليكم من حرية التصرف. اهو ده بداية الشارع عند عصير قصب ريتاج. الراجل ده مصري، راجل مصري جدع جدا، هو صاحب المعصرة هنا وهو اللي واقف فيها. ناس محترمة، بيدل أي حد بيسأله. هو الراجل اللي واقف جوه ده راجل محترم جدا 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 فوق ما تتصوروا. في هنا فندق زهرة الحطيم اهوت. في هنا فندق جوهرة الخير. هنا بقى الكلام اللي انا بقى بقول لكم عليه. هنا كل حاجة ب2 ريال، بره كل حاجة ب3 ريال. اهي المحلات اهي، اصحابها ناس ودودة اللي جوه. هتلاقي عندهم ساعات اللي ب10 ريال، كل حاجة موجودة عندهم اهي. ادي المسابح دي ب2 ريال هنا، بره انا جايبها ب3 ريال من على العمومي اهوت. عندهم كل حاجة. جوهرة الخير، فندق جوهرة الخير. دي كراتين ماء زمزم اللي بيعوز يزود بعيدا. ده محل الملابس الجاهزة والخردوات اهوت، في كل حاجة. وادي الكرسي، سجاجيد، شنط هنا اهوت. بصوا ده بقى اللي بنقوله اهو 2 ريال. بصوا هنا 2 ريال، كل حاجة ب2 ريال. كل ده ب2 ريال. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كله ب2 ريال، ب2 ريال. ب2 ريال كل حاجة. دي الساعات، الساعات دي ب10 ريال. ساعة الأطفال ب5 الصغيرة ديت. في الكحل اهوت ب5 بيقول لكم المكاحل. كل ده ب5 اللي تحت. اسم المحل محل بركة الهدى. 10 و15 و2 ريال. وادي الساعات السمارت الناس اللي بتدور عليها. الساعات دي هنا ب40 وب50 على حسب الماركة. اهوت الساعات الاطفالي دي ب5 ريال بتبقى. السبح والحاجات دي اهي جوه. بصوا 2 ريال. وطبعا اللي هينزل شارع ابراهيم الخليل هيعرف الكلام دوت. شفتوا انا دخلت منين؟ الشارع اللي قدام بروست الوطني. هتلاقي في الوش محل العصير، عصير القصب. هتخش بقى على الشارع دوت اهو. ده بقالة، وعنده فواكه وعنده خضار وعنده كل حاجة. الأسعار هنا طبعا أقل من بره بكتير اهو. كله برضو المحلات ديت محلات 2 ريال. قارورة المية ديت او اللي احنا بنقول عليها قربة ديت، دي هنا جوه ب5 ريال، بره هتلاقيها ب10 ريال.
زجاجة مية زمزم ديت ب10 ريال عندهم كلهم، اللي هي بتاعت مصنع ماء زمزم اللي احنا بنشتري منه. هنا سمبوسة واكل باكستاني. هتلاقي عندهم برياني وكبسة ب15 ريال، فراخ ب30 ريال مشوية وفحم ومندي اهو اهو اهو. وده محل شنط، بس محل الشنط ده غالي. اللي انا اشتريته من بره ب100 ريال هو بيبيعه ب130 وبيبقى ماسك في ال130. هتلاقوا محلات الشنط، اللي عايز يشتري شنط وتروليهات يخش يشتري من شارع الهجرة. شارع الهجرة انا جبتها ب100 ريال، الشنطة ال 32، الترولي مقاس 32. هي وديت العربيات اللي هي بتروح التنعيم من الموقف بره اللي انا وريتها لكم. وادي اهو المحل دوت. محلات هدايا كتير هنا، سوبر ماركت، المطاعم كتير جدا. هنشوف دلوقتي فيه حوالي 8 مطاعم او 9 مطاعم. بالنسبة للفطار الصبح هوريكم مطعم بيبيع ملابس وكل خردوات كل شيء، وتركي للملابس. على ريالين 3 ريال. اتفضل يا حاج. يا مرحبا يا مرحبا. حبيبي تفضلوا يا حجية. تفضل عادي عادي يا حبيبي. اهوت. تسلم. اهوت. دي حاجات ب2 ريال كلها، بره كله ب3 اهو اهو اهو. ادي الساعات، دي وكل الاطفال، دهب صيني اهوت. دي ساعات برضو تشكيلة. دي الميداليات، الناس اللي بتحب تجيب هدايا طبعا. دي السبح الصغيرة اللي بتتلبس في الايد، المسابح اهوت. خواتم رجالي. دي الفصوص، حاجة مفتخرة الصراحة. وزي ما قلت انا بنصح الناس كلها تخش تشتري من جوه، لان جوه الاسعار اقل. الناس ودودة، بيقبلوا بالفصال اهو. السلام عليكم. كام ده؟ دي 150 معدن. دي البرادات والحاجات الجميلة. هي الابريق بالصينية اهوت، زي ما انتم شايفين اهو. كل حاجة موجودة هنا جوه، اسعار اقل طبعا من بره. اللي على شارع ابراهيم الخليل ضاربين في السعر في كل حاجة، ما بيفصلوش قوي زي اللي جوه. اللي جوه بتقدر تفاصل، نزل في السعر جامد. ده محل سبح اهوت. ده انا برضو اشتريت من عنده ساعات. وفصلت معاه برضو ونزل لي فيها. المسابح دي ب3 ريال اهوت. خردوات وهدايا الحرمين تمام. ادي الجلباب والسجاجيد اهوت. شالات. وده مطعم بكة. المطعم ده بيبيع رغيفين العيش الكبار بريال اهو. اسمه مطعم بكة اهو. مطعم بكة. الشيف جوه محترم. ادي الرز بتاعهم، الاكل
ادي الفراخ ديت بيديك معاها طبقين رز كبار من دول. الفرخة الكاملة مع طبقين الرز ب40 ريال، او نص فرخة مع طبق رز ب20 ريال. الفرخة المشوية يشويها لك على الفحم طبعا، ده الفرن بتاعهم جوه. بيبيع بقى برياني والاكل الباقي الباكستاني 15 ريال الوجبة. اغلى حاجة عنده الفرخة الفحم هي اللي ب40 ريال. هنكملين معاكم في نفس الشارع لاخره اهوت عشان اوريكم بقية محلات العيش والفطير اهو. 2 ريال برضو، كل ده ب2 ريال. 2 ريال اهوت، اسمه محل الخردوات. 2 ريال كل شيء جوه بقى ب2 ريال، من اول الحاجات اللي هي تتعلق على الحيطان ديت اهيت، مسابح اهو. معلش عذرا عشان الزحام. كل اللي احنا شايفينه ده ب2 ريال او بريالين زي ما بيقولوا. لعب اطفال بريالين اهيت. روايش عندهم حاجات كتيرة جدا، كل ده ب2 ريال. وادي سوبر ماركت تاني اهوت بآلة التركي، عنده رايب وعنده زبادي وعنده كل حاجة وبيبسي وكل حاجة موجودة عنده. مطعم تاني باكستاني اسمه خيرات البلاد اهو، ده برضه عنده الوجبة ب15 ريال. برياني، كبسة فراخ او لحمة، برياني لحمة وفراخ، كله ب15 ريال عنده. هوريكم بقى المطعم اللي تجيبوا منه فطار الصبح، ارخص برضه واحد فيهم لان الباقيين يعني. ده بيعمل فطيرة الصبح او اللي احنا بنقول عليها مطبق، اسمه مطعم عثمان حاجي. هتلاقيه الصبح انت راجع من العمرة او راجع من صلاة الفجر، هتلاقيه مطلع بره، اسمه مطعم عثمان حاجي عبد الحميد. بيعمل فطير مطبق. البطاطس الفطيرة ب2 ريال. الفطيرة تأكل فرد، فطيرة كبيرة او مطبق كبير بيعملها ب2 ريال. وبيعمل البيض ب3 ريال. بيعمل الفطيرة البيض ب3 ريال، بيبقى معاه خضار وحاجات تانية كتير. وبيعمل الفطيرة السادة بريال، وبيبقى معاها حاجة كده انا الصراحة مش عارف ايه اسمها، حاجة حلوة عاملة زي البسبوسة بس هي مش بسبوسة، بس هي نفس معمولة من سميد البسبوسة. بيديها لك مع الفطيرة السادة اللي بريال عشان ما تاكلش يعني الفطيرة سادة. طعمها الصراحة جميل. وادي الفواكه هنا، محل سوبر ماركت اسمه بقالة أحلام اهوت. في فواكه، في تمور، في خضار بصل وبطاطس، طبعا جوه في عصاير وبقية الحاجة اللي احنا ايه بنستعملها. بس انصح برضو ان احنا نجيب معانا جبنة نستو، نجيب معانا علب فول. علبة الفول هنا ب7 ريال، فول امريكانا بتاعنا العلبة ب7 ريال، اضربها بقى في 10 هيطلع لك الرقم. وده بتاع سمبوسة اهوت، مطعم عيش اهوت. هوريكم دلوقتي فرن. في هنا فندق سامي سندي، ده قريب على طول من شارع ابراهيم الخليل. اخر الشارع كده يطلع على ابراهيم الخليل. فندق جنى المسفلة. ودي مطاعم اغلبيتها باكستاني زي مطعم امر دوت. ده الاكل اللي فيه الباكستاني. ده العيش اللي بيعملوه جوه اهوت، ده عيش بيبقى بريال. اللي انا وريته لكم في مطعم بكة الاتنين بريال، هو العيش دوت. هو هنا بيبيعوا الرغيف بريال. هنا عنده وجبات 15 و16 وفي ال8
اكل كله باكستاني. يعني نجيب لكم نصور لكم الاكل الباكستاني اللي عنده اهوت. الشيف المحترم دوت. كل ما فندق دار القاضي، فندق سعيد احمد سقطي، فندق رشد المجد اهوت، رشد المجد. وهنا كمان انا جاي اوريكم فرن التميز وشكله قفل. فندق جميل اهوت، فندق جوهرة النوير للوحدات السكنية. اهو هنا هتلاقي محلات بقالة برضو. يعني هتخش الشارع هنا هتلاقي فيه كل حاجة. شاي عدني، ده بيعمل شاي وقهوة، مغسلة. طبعا كل ما دخلت هنا كل ما الأسعار أقل في كل حاجة. تمام كده تكون انتهت جولتنا بخير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهوت وجبت لكم العيش اللي انا قلت لكم عليه، جيب بنص ريال، رغيفين بريال عنده في مطعم بكة. اهو بيعملوا ازاي. فيها يلزق العيش في الطاقة. الله على طول.